عمرك حسيت بالإحباط أو حسيت إن أنت تايه من كتر المشاكل اللي واجهتك وأنت بتتعلم البرمجة؟ بدأت تتعلم ووقفت لأنك حسيت إنها صعبة أو معقدة؟ أنت مش لوحدك، 90% من الناس بيواجهوا نفس التحديات في بداية رحلتهم مع البرمجة، لكن ما تقلقش، إحنا هنا عشان نساعدك تتخطى العقبات دي. في الفيديو ده هتكلم معاك عن معظم الأخطاء اللي بيقع فيها كتير من الناس وهما بيتعلموا البرمجة، وهقدم لك نصايح عملية من الواقع عشان تتجنب الأخطاء دي وتضمن نجاحك في رحلتك البرمجية، سواء كنت لسه مبتدئ أو عندك شوية خبرة. النصايح دي هتساعدك تحسن مهارتك وتوصل لأهدافك. عايزك تستعد عشان تغير طريقة تفكيرك وتكتشف ازاي ممكن تبقى مبرمج ناجح، وعايزك تعرف ان النجاح مش مستحيل، هو بس عايز شوية التزام ومثابرة. اول غلطه بيقع فيها ناس كتير هي ان هما بيتعلموا اكتر من لغه برمجه في نفس الوقت. كتير من الناس بيقعوا في الفخ ده. لما بتبدا تتعلم البرمجه ممكن تتحمس وتفتكر انك لازم تتعلم كل اللغات مره واحده، تلاقي نفسك بتتنقل ما بين الجافا سكريبت والبايثون والجافا وغيرها، وده بيخليك تتلخبط في الاساسيات ومش بتعرف تركز على لغه واحده. المشكله هنا انك بتحس ان انت مش بتتقدم. صحيح انت عارف كذا لغه بس مش متقن اي واحده فيهم، وده بيخليك تفقد الحماس وتوقف. كل لغه برمجيه ليها مميزاتها وعيوبها، لكن الاهم انك تتقن لغة واحدة الأول قبل ما تتنقل لغيرها. لو عايز مني نصيحة، ابدأ بلغة مناسبة لمجالك. لو عايز تشتغل في تطوير الويب، الجافا سكريبت هتكون اختيار ممتاز، ولو مهتم بالذكاء الاصطناعي أو الداتا أناليسيز، البايثون هتكون الأنسب ليك. المهم إنك تركز على لغة واحدة وتتعلم تستخدمها بشكل فعال. ولو لسه ما لقيتش المجال اللي انت حابب تشتغل فيه، ممكن تبدأ بسي بلس بلس او الجافا، تبدا انت تتعلم كل المفاهيم البرمجيه في اللغه دي. عايزك تفتكر دايما ان مش مهم عدد اللغات اللي تعرفها، المهم ازاي تستخدمها صح وتحقق بيها اهدافك. وكده كده لما تتقن لغه واحده هتلاقي نفسك قادر تتعلم لغات تانية بسهوله اكبر وفي وقت اقل. المشكله التانية وهي قله الممارسه والاكتفاء بالكورسات. كتير من الناس بيفتكروا انهم لو اتفرجوا على كورسات كتير هيبقوا مبرمجين محترفين، لكن الحقيقه ان تعلم البرمجه مش زي انك تشوف فيلم، مش مجرد تتفرج على الكورس وخلاص. العقل البشري بينسى 70% من اللي بيتعلمه لو مفيش تطبيق عملي. الممارسة هي المفتاح، من غيرها هتلاقي نفسك بتنسى كل اللي اتعلمته بسرعة ومش قادر تطبقه في مواقف حقيقية. الحل انك تتبع قاعدة ال20-80. يعني ايه ال20-80؟ 20% تعلم و80% تطبيق. يعني لو شفت كورس لمدة ساعة، المفروض تقضي 4 ساعات في التطبيق على الكورس. ده هيساعدك ترسخ المعلومات في دماغك وتبقى قادر تستخدمها بشكل فعال. وممكن تستخدم مواقع زي ليد كود وكود وورز للتدريب على البروبلم سولفينج. كمان ممكن تبدأ بمشاريع صغيرة زي ان انت تعمل آلة حاسبة او موقع شخصي. المشاريع دي هتديك فرصة تطبق اللي اتعلمته وتواجه مشاكل حقيقية. وافتكر دايما ان الممارسة هي اللي بتخليك تتعلم وتتحسن، وكل ما تطبق اكتر كل ما تتعلم اكتر. ما تخليش الكورسات تكون نهاية الطريق، خليها بداية لرحلة التطبيق العملي. الخطأ الثالث هو الخوف من الاخطاء وعدم تجربة مشاريع حقيقية. كتير من الناس لما بيواجهوا ايرورز او باجز في الكود بيحسوا بالاحباط وبيفتكروا ان هم مش قادرين يكملوا، لكن في الحقيقة الاخطاء دي مش نهاية العالم، بالعكس دي بداية التعلم الحقيقي. كل مبرمج محترف مر بالمرحلة دي، وده جزء طبيعي من عملية التعلم. اعرف ان حتى المبرمجين المحترفين بيفضلوا يغلطوا ويتعلموا من اخطائهم. الاخطاء هي اللي بتعلمك ازاي تفكر بشكل مختلف وتلاقي حلول مبتكرة. كل مرة بتواجه فيها مشكلة وبتحلها بتكتسب خبرة جديدة وبتحسن مهارتك. لما تواجهك ايرورز ما تقلقش، جرب تبص على ستاك اوفر فلو او الدوكيومنتيشن الرسمية بتاعت التكنولوجي اللي انت شغال عليها، او حتى ممكن تبعت المشكلة بتاعتك لاي اي ايجنت من اللي موجودين. هتلاقي حلول كتيرة ممكن تتعلم منها حاجات جديدة. كمان لما تحل المشكلة بنفسك تحس بإنجاز كبير، وده هيديك ثقة أكتر في نفسك. وافتكر دايما إن الأخطاء هي اللي بتخليك تتعلم وتتحسن، خليها تكون دافع ليك إنك تتعلم وتطور من نفسك. ناس كتيرة بدأت تتعلم برمجة وكان عندها حماس كتير، بس بعد فترة قصيرة بيحسوا بالإحباط وبيوقفوا. الحقيقة إن البرمجة مش سبرنت، دي ماراثون. يعني مش هتبقى محترف في شهر، بس لو فضلت مستمر هتوصل لمستوى كويس خلال شهور. الناس اللي بتشوفهم محترفين النهارده بدأوا من الصفر زيك بالظبط، كلهم واجهوا صعوبات وتحديات، لكن الفرق ان هم مكملين وما استسلموش. عايزك تحط خطة تعلم وتمشي عليها خطوة بخطوة. مش لازم تتعلم كل حاجة مرة واحدة، المهم انك تفضل تتقدم بشكل مستمر. عايزك تلتزم بممارسات يومية حتى لو كانت بسيطة، ان التكرار هو اللي هيخليك تتقن المهارة. عايزك تبص على متوسط مرتبات كل الوظائف اللي موجودة في السوق، هتلاقي ان متوسط مرتب المبرمج يعتبر من اعلى متوسط المرتبات اللي موجودة في كل الوظائف. فمش منطقي ان يكون وظيفة بتدي المرتب العالي ده يكون سهل ان انت تتعلمها بسرعة. مقارنة نفسك مع غيرك، كتير مننا بيقع في الفخ ده، وانا شخصيا وقعت فيه، خصوصا لما بنشوف ناس محترفة على السوشيال ميديا، لكن اللي بنشوفه هو النتيجة النهائية بس،
مش الرحله اللي مروا بيها. ناس كتيره بدات من الصفر وواجهت صعوبات كتيره قبل ما توصل للاحتراف. حتى اشهر المبرمجين اللي بتشوفهم النهارده واجهوا تحديات كبيره في البدايه. كل واحد فيهم عنده قصه مليانه بمحاولات كتيره من الفشل قبل ما يحقق النجاح. بدل ما تقارن نفسك بغيرك، قارن نفسك بامبارح. ممكن تحط اهداف صغيره تحققها كل اسبوع. بدل ما تقول انا عايز ابقى مبرمج محترف في البرمجه، قول انا هعمل مشروع صغير الشهر ده. الاهداف الصغيره دي هتديك احساس بالانجاز وهتلاقي نفسك بتتقدم اسرع. عدم فهم اساسيات علوم الكمبيوتر. ناس كتيره فاكرين ان البرمجه هي مجرد كتابه كود، لكن الحقيقه ان البرمجه اعمق من كده بكتير. لو انت مش فاهم اساسيات علوم الكمبيوتر هتحس دايما انك تايه ومش فاهم ليه الكود بيشتغل بالشكل ده هيخلي ان سهل جدا الاي اي يستبدلك. الاساسيات دي هي اللي هتديك الفهم العميق للي بيحصل ورا الكواليس. من غيرها هتلاقي نفسك بتكتب كود معقد ومش عارف تحله او تطوره. الحل انك تخصص وقت عشان تفهم المفاهيم الاساسيه زي الداتا ستراكشرز والالجوريزم، تفهم ازاي الميموري بتشتغل وازاي الكمبيوتر بينفذ الكود. الفهم ده هيساعدك تكتب كود اكتر كفاءه وفعاليه. لما تفهم الاساسيات دي هتلاقي نفسك قادر تحل مشاكل اسرع، وكمان هيساعدك في ان انت تتطور، وهيخلي ان صعب جدا اي اي ان هو يستبدلك. ناس كتيره فاكره ان هم يقدروا يتعلموا برمجه لوحدهم. ده ممكن يكون صح لحد ما، لكن لما تتعلم لوحدك ممكن تقضي ساعات كتيرة في حل مشكلة، بس لو كنت سألت مجتمع المبرمجين كنت هتحلها في شوية دقايق. مشاركة في مجتمع البرمجة مش بس بتساعدك تحل مشاكل بسرعة، لكنها كمان هتفتح لك أبواب جديدة للتطور والتعلم، وهتلاقي نفسك بتتعلم من تجارب الآخرين وهتكتسب مهارات جديدة. عايزك تشترك في مجتمعات المبرمجين زي المنتديات والمجموعات على ستاك اوفر فلو أو ديسكورد وريدت، وشارك في الهاكاثونات. دي فرصة كويسة جدا عشان تتعلم وتشتغل مع ناس تانية. لو انت لسه طالب ممكن تشارك في مسابقات البروبلم سولفنج زي الاي سي بي سي وغيرها. حتى لو كنت مبتدئ ما تترددش انك تساعد غيرك. الشرح هو افضل طريقه للتعلم. لما تشرح لحد تاني تفهم الموضوع بشكل اعمق. افتكر دايما انك مش لوحدك في الرحله دي. مجتمع المبرمجين مليان ناس مستعده تساعدك وتشاركك خبراتها. ما تخليش الكسوف يمنعك من الاستفاده من الفرصه دي. دلوقتي مالكش حجه وعايز تتعلم البرمجه وتنجح فيها، لازم تتجنب الاخطاء دي وتبدا النهارده. كل يوم تتعلم فيه حتى لو قليل، ده بيقربك من هدفك. لو شايف ان الفيديو ده مفيد ما تنساش تعمل لايك وشير، واكتب لنا في التعليقات اكبر مشكله واجهتك في تعلم البرمجه. هرد عليك بحل عملي وهنتناقش مع بعض في التعليقات. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.